هل كل الأطفال اللي بيحصل لها تحرش جنسي بتروح تحكي لأهلها؟ الإجابة وبكل أسف لأ. في أطفال بيحصل لها تحرش جنسي مش بتروح تقول لأهلها. ليه؟ لأن الطفل أوقات بيبقى حاسس بالذنب إن هو اللي مسؤول عن التحرش، هو اللي مسؤول عن إن حصل له تحرش. يمكن ده بيجي من إن الأم والأب بيحسسوا الطفل دايما هو مذنب، كل حاجة في الحياة هو سبب فيها، انت غلطان طول الوقت، انت السبب في كذا، انت اللي مثلا طول الوقت غلطان، انت السبب في تعاستنا، انت السبب في اللي احنا فيه، انت السبب في ان اخوك متعصب، انت السبب في انك انت عصبتني. فالطفل طول الوقت حاسس انه مسؤول عن اي غلطة، فعشان كده هو مش بيروح يقول للأهل. حاجة كمان، لو الأهل في العادي مش بيدوا للطفل فرصة ان هو يتكلم او يعبر عن مشاعره في اي حاجة، فالطفل هنا اصلا الباب مقفول جواه بان هو يحكي لاهله عن اي حاجه جواه، ما اتعلمش او ما خدش المهاره اساسا ان هو يقعد ويتكلم ويفضفض. فهو حبيبي مش هيبقى عنده القدره ان هو يروح يقول يا ماما انا حصل لي تحرش او يا بابا انا حصل لي تحرش. كمان العقاب الكتير، العقاب على كل حاجه والضرب بتخلي الطفل بيبني بينه وبين الاهل سد كده كبير، خايف خايف خايف. العقاب الكتير والضرب ما بيعملوش حاجة غير ان هما بيخوفوا الطفل، بيسيبوه طول الوقت مرعوب وخايف. فطبعا عمر ما شخص خايف هيروح يحكي حاجة كبيرة زي كده، لأن هو هيتوقع إيه؟ هيتوقع العقاب. طبعا هيتوقع العقاب، مش هيتوقع حاجة غير إن هو يتعاقب، لأن هو ده اللي متعود عليه. في أطفال مش بتروح تقول لأنها خايفة إن المتحرش يأذي أهلها، لأن أوقات المتحرشين بيقولوا للطفل عارف لو أنت رحت قلت أنا هأذي أهلك، أنا هضربهم، أنا هموتهم. فحبيبي لأنه طفل صغير هو بيبقى متوقع إنه حاجة زي كده ممكن تحصل. ممكن يكون المتحرش ده واحد من القرايب والطفل مش عايز يقول علشان ما يعملش مشكلة بينه وبين الأهل. لو عايز أوصيكوا حاجة في الفيديو ده بجد، أكتر حاجة تحمي ولادنا إن إحنا نكون أمان ليهم. يعني إيه نكون أمان ليهم؟ يعني دايما بنبني علاقة قوية بحيث إن الطفل طول الوقت يبقى حاسس بالأمان، مطمن، يجي يحكي لي أي حاجة في أي وقت وهيعرف إن أنا سند ليه، إن أنا أبقى بسند ولادي في الأوقات اللي هم بيجولي فيها، أنا مش بتخلى عنهم. يعني مش لما ابني بيجي يقول لي أنا متضايق من حاجة بقول له أصلك أنت وأنت اللي غلطان وأنت، بقعد ألوم فيه. على قد ما أنا بأدي لابني الأمان إن هو يجي يحكي لي وأنا سند ليك وأنا ظهري ليك من غير ما أبقى انفعالات شديدة. على فكرة أوقات واحدة من ضمن الحاجات اللي بتخلي الأطفال مش بيروحوا يقولوا لو الأهل انفعالاتهم عالية جدا، يعني العصبية ممكن الأب يكسر يضرب، فطبعا الطفل بيخاف من رد فعل الأهل فمش بيروح يقول. طول ما أنا كأم أو كأب ردود أفعالي متوازنة، عارفة أقف جنب ابني وأساعده وأحميه واديله المساحة إن هو يعبر، أكيد لو ابني حصل له أي حاجة أكيد مش هيتردد إن هو يجيلي. فعشان كده نحافظ دايما على المساحة اللي فيها أمان اللي بيننا وبين ولادنا، هي دي الحماية الحقيقية.